كان الهدف الأساسي من هذه الحملة هي دعم وحدات حماية المرأة بسبب الظروف اللي هلا عم تمر فيها المنطقة طبعا، وبعد اتفاقية 29 يناير 2026 صار في دمج إداري وعسكري بين الإدارة الذاتية وقوات السلطة الديمقراطية والحكومة الانتقالية. ولكن هناك بخصوص وحدات حماية المرأة في إشكالية للدمج، يعني إلى الآن في مناقشات عم بتصير بخصوص مصير هذه الوحدات. يعني الحكومة الانتقالية إلى هذه اللحظة لا تقبل بوجود قوات نسائية مستقلة ضمن الجيش السوري، التي لا تقبل يعني بوجود المرأة حتى في كل المفاصل الحياة العامة، وما بالكم عن الحياة العسكرية اللي هي خاصة بالرجل. فلذلك حملتنا مستمرة، يعني مستمرة حتى نحقق الهدف من هذه الحملة. نستضيف الآن روكا الجمال، الرفيقة روكا الجمال الناطقة ومسؤولة الإعلام في وحدات حماية المرأة. تتفضل مشكورة. دواري رخصن بونا جنان دواري هبكرتنا جنان وإصرارا دتيكوشينا جبو باراسنا جنان دتيكوشينا جبو آزادية بوي وسيلة أزم وسيلاتكن و بوسيلة اكتم جبينا وإيرو ولدار دخن از تخازم شهيدين مائن يبهجي ببير بينم هبلين مائي شهيد دشخصي هبلا مايا جوان يا تمن بجوك هبل دينيس تشيا وبوي تمن يخوي بجوك إصرار كر أو لهمبر أنجو وجه كنت يدروي قركرني دا برخداني دا إصرار كر تيكوشيني دا إصرار كر دشخصي هبل دينيس تشيا دا ديسات دشخصي فرماندارين يبهجي إنكو في بيواجه براسي تبي دجواري و خدرا كهاتي تشكرن إصرار تيكوشيني دا إصرار دا باراستنا حمو بكادين باكور رجلات سوري بتايبتي باراستنا جنا بريارك وسا هاتو كرتن إيدي جبو حلبة وهر وها بالدوامية حلبة جبو باكور رجلات سوري بريارك ووك غزالي بكن بريار دركت يعني هر أما شخص بحاجتي وامون هر شخصي وان كيف خوش دبيجي ودش بيجي زي إيرو محوري ميل لسر خب هراستن وكي أرككي روا قالوا جرك هرجنكي تشاوا خب باريس وكي وتشاوا ما في خير وكي ما فكي بنجهين كو بإنسان رب دست بيدك بير مزن به وبير وكي بيجين بزماني كريد بيجين حق لصيق بإنسان ويه تشاوا قارب ويدوي حقي بيك بينه وهر وهاجي شوازي ويتشنه قالوا تاني راشتنا سلاح قالوا جن قالك تشاوا خو عماده بك وبتايبت جي دماكو ام انا بري خدتن يعني انا ام بيواجويا كيلو دل او بيواجويا نو ادواتي وينا علاوه وينا روشا وينا جي تيغو هرتن قالك ام بشكل كيفن كيراتيا وينا دجي وهر وهاجي كا ام ما في خوي وكي راشتنا تشكشي ام ويجي مندا لكن اوجي بشي باخو باراستنا روايه جبوفي كيجي ازي هول بدم كو از عندك جوان خالان ذكر ازي بزماني عربي بخينم سمنا الدفاع الذاتي حق طبيعي قبل ان يكون حقا قانونيا، حيث يعد حق الانسان في حمايه حياته وسلامته الجسديه من اقدم الحقوق الطبيعيه اللصيقه بالانسان التي اعترفت بها الفلسفات القانونيه والشرائع المختلفه. فالحياه هي أساس جميع الحقوق الأخرى، ولذلك لا يمكن مطالبة الإنسان بالاستسلام لخطر يهدد وجوده إذا كان قادراً على دفعه بوسيلة مشروعة. وقد كرست معظم التشريعات في العالم مبدأ الدفاع الشرعي الذي يرفع المسؤولية الجنائية عن الشخص إذا اضطر إلى استخدام القوة اللازمة لصد اعتداء غير مشروع يهدد حياته أو سلامة حياة غيره، مع مراعاة شروط الضرورة والتناسب. وبالنسبة للمرأة يكتسب هذا الحق أهمية مضاعفة بسبب ما تتعرض له في كثير من المجتمعات من أشكال مختلفة من العنف الجسدي أو الجنسي أو الأسري. إن الحماية الذاتية مفهوم أوسع من مجرد الدفاع الجسدي، فهي منظومة متكاملة تهدف إلى جعل المرأة قادرة على حماية نفسها قانونياً واجتماعياً واقتصادياً ونفسياً.
فالحماية الذاتية تشمل أنواعا عدة كالحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والنفسية والأمنية وغيرها من الوسائل والسبل التي تقوم بها المرأة لتحافظ على حياتها وتضمن أكبر قدر من سلامتها الشخصية وأمنها المستحق وتمارس حقها في العيش بكرامة كالحروب والنزاعات المسلحة إلى دفاع مشروع عن النفس والمشاركة في الدفاع عن المجتمع. مع ذلك كل هذا لم يصل أي منها بما فيها الإعلان الدستوري لعام 2025 إلى تبني مفهوم المساواة الجوهرية أو توفير ضمانات دستورية فعالة تكفل المشاركة المتكافئة في صنع القرار، كما أن أي منها لم تستوعب التحولات التي شهدها المجتمع السوري منذ عام 2011 ولا الأدوار التي ضلعت بها النساء في مختلف المجالات السياسية والمدنية والعسكرية والإنسانية. لذلك فإن الدستور السوري المقبل ينبغي أن ينتقل من مجرد إعلان الحقوق إلى دسترة آليات حمايتها وإنفاذها بما ينسجم مع الالتزامات الدولية لسوريا والتجارب الوطنية الحديثة، ويؤسس لمواطنة متساوية تقوم على الكفاءة وعدم التمييز مع ضمان مشاركة النساء بصورة فعلية في إدارة الشأن العام وبناء الدولة. طبعا احنا قلنا الشيء المستفاد الوحيد من الاعلان الدستوري اللي هو يمثل نقله او تغيير معين هو النص على الالتزام بالاتفاقيات وانه ضمان انه تكون هي الاتفاقيات ضمن الدستور السوري المقبل. هلا طبعا الاتفاقيات اللي الدوليه اللي تناولت حقوق المراه يمكن الكل هون بيعرفها وما في داعي للخوض بشرحها. طبعا هي بدات بدايه مع انضمام سوريا لتاسيس ميثاق الامم المتحده والتزام بكل شيء صادر عن المنظومه القانونيه للامم المتحده. هذا الشيء بيستوجب انه سوريا مجبوره تلتزم بالحقوق العالمي الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مجبوره تلتزم بالمعاهده الدوليه بالنسبه العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسيه والمدنيه، واللي طبعا هي سوريا منضمه له وموقعه عليه، فهي ملتزمه بكافه الامور الموجوده فيه. طبعا سوريا ايضا منضمه لاتفاقيه التمييز ضد اشكال التمييز ضد المراه سيداو. طبعا يعمل جمله من الاصلاحات، هي الاصلاحات انا حابه اختصرها ببعض البنود. بس لحظه واحده، طبعا انا كنت عامله بحث مطول بس لانه الوقت كثير قليل راح احكي بالمختصر. طبعا تكشف الدراسة المقارنة للدساتير السورية المتعاقبة إلى جانب تحليل الواقع العملي الذي شهدته سوريا خلال سنوات الثورة وما رافقها من تحولات سياسية واجتماعية عن وجود فجوة واضحة بين الإطار الدستوري والقانوني من جهة والواقع الفعلي لمشاركة المرأة وأسهاماتها من جهة أخرى. ففي حين بقيت النصوص الدستورية في معظم مراحلها حبيسة مفاهيم المساواة الشكلية أو الصياغات العامة التي تفتقر إلى آليات التنفيذ والضمان، أفرز الواقع السوري نماذج متقدمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والإدارية والقضائية والعسكرية والأمنية، ولا سيما في مناطق شمال شرق سوريا، حيث ضلعت المرأة بأدوار قيادية ومؤسساتية أسهمت في إدارة الشأن العام وصنع القرار وحماية المجتمع، بما أوجد مكتسبات عملية تجاوزت في كثير من جوانبها ما أقرته النصوص الدستورية النافذة. ومن ثم فإن الإصلاح الدستوري لم يعد مجرد استجابة لمتطلبات التغيير السياسي، بل أصبح ضرورة قانونية ودستورية لردم الفجوة القائمة بين الواقع السوري والواقع المجتمعي لإضفاء المشروعية الدستورية على التحولات التي أثبتت نجاحها وفاعليتها في التطبيق العملي. فالدستور الديمقراطي لا يقتصر على تنظيم السلطات العامة، وإنما يعكس أيضا التطور الاجتماعي والقيمي للمجتمع، ويترجم موازين الحقوق والحريات التي استقرت بفعل الممارسة العملية. وعليه فإن الدستور السوري المقبل ينبغي أن يؤسس لمرحلة جديدة تتجاوز الاكتفاء بالإقرار النظري بالمساواة نحو تبني ضمانات دستورية واضحة تكفل المساواة الفعلية وعدم التمييز، وتقر بحق المرأة في المشاركة الكاملة والمتكافئة في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والقضائية وفي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع توفير الآليات الدستورية الكفيلة بحماية هذه الحقوق ومنع الانتقاص منها أو تعطيلها. كما ينبغي أن يستند هذا الإصلاح إلى التكامل بين الالتزامات الدولية للجمهورية السورية والتجارب الوطنية الناجمة والمكتسبات التي حققتها المرأة السورية خلال سنوات الثورة،
بما يضمن بناء نظام دستوري يعبر عن الواقع المجتمعي ويستجيب لمتطلبات العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون. وعليه هناك جملة من التوصيات بما يخص الإصلاحات. أولا توصيات دستورية. 1. إقرار مبدأ المساواة الجوهرية بين النساء والرجال باعتباره مبدأ دستوريا حاكما مع حظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس. 2. النص صراحة على مبدأ المناصفة أو التمثيل المتوازن في مؤسسات الدولة المنتخبة والمعينة بوصفه تدبيرا انتقاليا يهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية حتى تزول أسباب التمييز التاريخي. تسترد حق المرأة في المشاركة الكاملة في جميع السلطات الدستورية والوظائف العامة. ساي سرياني بمنسقية مجلس المرأة في شمال شرق سوريا. بداية نشكر المحاورين يعني، والجلسة كثير كانت يعني مهمة، خاصة من ناحية المحاوير الثلاثة هن كثير، وخاصة محور اللي يبلجي يعني تأسيس نشوءه وأهمية نشوءه، هذا كثير كان مهم جدا. وكمان الدساتير اللي انذكرت يعني الأستاذة لينا يعطيها العافية، هي نقطة كثير مهمة كانت. والدكتورة عبيرة حكت عن الدفاع المشروع اللي نحن نقول إنه المرأة تنظر للمفهوم العسكري إنه هو حق واجب وطني وليس حكر على الرجال، وإنما الوطن غير مجزأ، الوطن حتى المرأة هي جزء من هذا الوطن، ما يصير تكون مهمشة أو مقصية، لأنه هذا بيتها والبيت بده دفاع، وأكيد المرأة بتدافع عن بيتها وعن أسرتها وكل أولادها. طبعا نحن نعرف إنه المرأة لعبت دور محوري ببناء الوطن وحمايته، وشكل مبدأ تكافؤ الفرص هو كان ركيزة أساسية لاستثمارها. ودمج المرأة بقطاع الدفاع والأمن ما كان يعزز فقط القدرة العسكرية الموجودة، بالعكس هو كان رسخ قيم المعادلة والمساواة بالمجتمع. نحن اليوم نعرف إنه المرأة لعبت دور، وكان وجودها بجانب الرجل والدفاع عن الوطن وبناء السلام هذا كان جزء واجب من طرفها. لكن اليوم علينا نحن كنساء اليوم نفعل في قرار أممي اللي هو 13 و25، هذا لازم نفعله لأنه هذا القرار يدعم إدماج المرأة بعمليات صنع السلام وإعادة الأعمار وحماية حقوقها الدستورية والعسكرية. فلازم هذا القرار نفعله لحتى يكون من أحد المواد الموجودة بالدستور لا يكرس مبدأ المواطنة. جبرجو راستي هذا بجي رجع تأسيسه حتى رجع إيرو دابو سر ملخوا جو جناح مش كأبارز بلكي نبا أخاف نخد هبال لو كان بحثي كرجي يعني حتى جدار برجع واجي بارسنا جنا كرين وأمجي بجن بنابه جنيه زيدي حمشكا أم سباسيا بجيكن جو قريبو 2014 هذا جنيه زيدي بارسي بركو هدي أم نزيك صابرقرا 12 جبنيا فرمانا شمغال جو دوردا دیسه بهتر گذرار خوارین جنی زیدی بود و دروجاواتش برگو یعنی شهر نقطبون یعنی از بجم هر چه پرچه کردستان شهر نقطن جبرو که تمیجی جن تن هدف گفتنی ام ورن سر شورش روجاوا کو جدستری که 2011 حتی روجایرو گو ربطیجی ام کارمجن شورش روجاوا گو شورش جن ناف کربوش برگو هزو قوات جن گو قریبو پرستنی بکی هم ملی پرستنی ده هم ملی رخصنی ده یعنی بلکی کسی گو دنگ شورش روجاوا حسکری هزو قوات جنات دیدی یعنی جن سوریه هم بجی برگو ایرو همه جن سورینا بلکه پیک هاتن هم کردن عرب سریان ازیدین علی ام بجن ام همه جن سورینا ام سر خاک سوری جیان کن دلی متشی گو جن کا سوری کدره گو دست رجای تسر دلی مسر تشی جبروی که جنها ام بجن دماغو حکومتا بعث کرد بلکه کیف خوشیا هر کسی سوری بل کدره به گو حکومت کا سروریا سوری کلوش 50 سال ظلم و زور یعنی تشتی گو هم همه در باس